يحب الله عبده فإذا أحبه نادى في ملكوت السماوات بهذا النداء: يا جبريل إني أحب فلانا. تصور إذا نودي باسمك في ملكوت السماوات. إن هذه المنزلة السامية الشريفة العالية لا تكون بالتشهي ولا بالتمني، لا تكون لمن يمدح نفسه، ولا تكون لمن يزكي نفسه أنه كذا وكذا، ولا تكون لمن ينظر لنفسه نظرة العجب أنه عابد أو أنه صالح أو أنه طالب علم. إنما تكون للمتواضعين، تكون لمن يزري نفسه، تكون للمشفقين الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إن الضمائر والقلوب إذا غيبت الخوف من الله والخشية لله كملت محبتها من الله سبحانه وتعالى. كيف لا يحب الله عبدا وقلبه يرجف من خشية الله؟ كيف لا يحب الله عبدا وقلبه ممتلئ بالخوف من الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك أعلى الناس مرتبة في محبة الله هم الأنبياء، وكان سيدهم في أعلى المراتب صلوات الله وسلامه عليه، وقد وصف نفسه فقال بفضل الله عليه فقال: إني أخشاكم لله وأتقاكم. الذي يريد محبة الله يدفع الثمن، الذي يريد محبة الله يتواضع للمسلمين، لا يترفع عليهم بحسب ولا بنسب ولا بمال ولا بجاه. الذي يريد أن يحبه الله ينظر أين منازل الحب وأين شواهده وأين دلائله، فيطلبها آناء الليل بقيام الليل وبكاء الأسحار وكثرة الاستغفار، ويطلبها في النهار بصدق العبودية، بالصيام، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالأخذ بحجز أهله وولده عن نار الله. إن الله يحب عبده إذا صدقت شواهد المحبة منه بالعمل، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو رأى الأرض كلها تغيرت. يحب الله عبدا صدق في عبوديته، فالفتن تحيط به من كل جانب ومن كل حدب ومن كل صوب وهو قائم لله بأمره. يستهزأ به في طاعته والتزامه واستقامته بربه فلا يزيده ذلك إلا حبا لله جل جلاله. يستهزأ به في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، ويستخف به ويلمز ويهمز فلا يزيده ذلك إلا محبة لله جل جلاله وثباتا على دين الله. فلا تنكسر له شوكة في الحق، ولا يضعف له ولا تضعف له قوة في مرضات الله عز وجل. فينظر الله إلى عبده بهذه الصفة، والفتن تحيط به من كل حدب وصوب، فلا يزال سباقا إلى الخيرات منافسا بالطاعات والباقيات الصالحات، لا يفتر لسانه عن ذكر وشكر ومحبة وطاعة. عندها: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة ويوضع له القبول في الأرض. الله أكبر إذا أحب الله عبده ووضع له القبول. من ذا الذي يحول بين العبد وبين محبة الله إذا أوجبها الله لعبده؟ عليك أن تسعى وأن تأخذ بالأسباب، وأن تقرأ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك دليل ولا معلم ولا شاهد يقودك إلى المحبة في أسمى مراتبها وأعلى منازلها مثل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ كتاب الله ففيه صفات المحبين المتقين الصادقين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فأحبهم ووضع لهم القبول ووفقهم. اللهم بعزتك وجلالك اجعلنا منهم. واقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة في صبره وتحمله وجلده. يحبك الله بالأعمال الصالحة، يحبك الله بالقرب، يحبك الله وأنت تغبر الخطى إلى المساجد بكثرة الخطى إلى المساجد. يحبك الله بالتبكير إلى الصفوف الأول، يحبك الله بالخشوع عند سماع تلاوة الإمام، يحبك الله بإفشاء السلام على إخوانك المسلمين، يحبك الله بسلامة الصدر حينما تمسي وتصبح وليس في قلبك غل على مسلم،
يحبك الله حينما تكون مسلما قد حقق الإسلام فسلم المسلمون من يده ولسانه وزلات جوارحه وأركانه. يحبك الله إذا كنت محبا صادقا في حب الله. اقرأ كتاب الله وانظر أين محبة الله. أحب الله الصابرين فكن من الصابرين، وأحب الله الراكعين الساجدين فكن من الراكعين الساجدين، وأحب الله المتقين فكن من المتقين، وأحب الله المتوكلين فكن من المتوكلين. إن العبد تنزل به المصيبة وتحل به الكارثة في نفسه أو أهله أو ماله أو ولده، بل حتى صديقك وأخوك لو تركك وهجرك فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها، فإن الله يحب أن يسمع منك ذلك. كل آية وكل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمتها أو سمعتها وعملت بها فإنها طريق لمحبة الله. نعم، من أخذ بالأسباب واستعان برب الأرباب على بلوغ هذا المقام فإن الله يبلغه، فمن صدق مع الله صدق الله معه. اللهم إنا نسألك محبتك ونسألك أن ترزقنا ما يحبك